حبيبي وعزيزي برج الميزان، وجمال وحلاوة وطعامة وشقاوة برج الميزان، حبايب قلب عم جوهر من زمان. نقول توقعات ونصايح وتحذيرات. شهر فبراير شباط، شهر العيلة، شهر العاطفة، شهر العمل، شهر المال. لا ده شهر فيه كل حاجة. الشهر ده هنقول مش ان الانطلاقة بقى والمش عارف ايه ونأفورها، لا 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 لا، بس نقول بداية افضل. شهر واحد كان ملخبط ما بين ايجابيات وسلبيات، وممكن الضغوطات كانت زايدة، الاخبار السلبية كانت بايخة. نقول بدايات كويسة ممكن تظهر، بس في كل حاجة ابسولوتلي نو. اكيد في امور هتفضل مضغوطة، بس في امور ممكن تبقى ايجابية نركز فيها شوية، والامور المضغوطة ناخد بالنا. في الاول وفي الاخر الله اعلم. خلينا نبدأ على طول ونقول ان طبعا وجود الزهرة في برج الجدي لغاية يوم 16، وجود عطارد في الجدي لغاية يوم 5، وجود المريخ في الجدي اليوم 13، يعني الامور العائلية فيها احداث الى حد ما. في اول 15 يوم في الشهر احداث عائلية، احداث منزلية، مشتريات، اصلاحات، توضيبات، صيانات، خلافات، خناقات، مصروفات، مش عارف اتفاقات ايه. كل ده ممكن يحصل، بس من الناحية التانية في فرص لحمل وانجاب، فرص لزواج، فرص لعزال وانتقال. طب بالتقسيم كده بالايام ايه؟ الله يكرمكم اكتبوا التواريخ اللي بنقولها دي، يا اما تتابعوا التوقعات اليوميه والاسبوعيه عشان تشوفوا التوقعات بالتفصيل. يا جميل انت يا جميل. اول 5 ايام في الشهر وجود عطارد في برج الجدي، تفاهم عائلي، نقاش عائلي، حل خلافات عائليه، افكار عائليه، نشاط عائلي منزلي، زيارات قرايب حبايب، مقابلات، تجمعات، اتصالات، ايا كان وسيله التواصل. المهم يبقى في احداث عائليه فيها تفاوض، فيها نقاش، فيها تفاهم، فيها حل خلافات، برين ستورمنج، تقريب وجهات نظر. كل ده موجود في اول 5 ايام. بس لغايه يوم 16 في طاقه عائليه، فرص عائليه، لاخبار عائليه ايجابيه، سواء لاحد افراد العيله او للبيت او لاي حد ليه علاقه بالمنزل او العيله. بامر الله اول 15 يوم يكونوا مميزين لو بعدنا عن العند والجدال، التسرع في القرارات العائليه او المنزليه اللي ممكن تعمل لكم مشكلات، لان المريخ بيدفعكم احيانا لقرارات او ردود افعال هي اللي ممكن تبوظ كل الكلام الحلو اللي قلناه. فانتوا شطارتكم بقى، الكره في ملعبكم، ما تتعبونيش. طبعا الامور العاطفيه برضو فيها احداث كبيره. لا 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 لا، ده الشمس في الدلو اليوم 18، والزهره هيروح الدلو من يوم 16، وعطارد هيروح الدلو من يوم 5، والمريخ في الدلو من يوم 13، وبلوتو في الدلو، وليله كبيره قوي سعادتك. والدلو ده ايه؟ برج هوائي زيه زيكم. يا سلام يا سلام. وبيتكم الخامس العاطفه، قلوب كتير وحاجات بتطير، مشاعر، احاسيس، حاجه فله شمعه منوره برغم الضغوطات اللي هتواجهوها بشكل كبير في امور تانية هنقولها بعد شويه. بس في فرصه تخرجوا اللي جواكوا، تعبروا عن مشاعركوا، فرص لارتباط، لإعجاب، لانجذاب، لحب وغرام، لحل خلافات عاطفية، لنشاط عاطفي، الجنس بين الأزواج. ويوم الخميس نايم العيال بدري شوية، اشمعنى الخميس مش عارف، أو يمكن عشان الجمعة أجازة. المهم أيا كان، فرص موجودة عاطفية، جذابين للجنس الآخر، استمتاع حتى لو خروجه مع الأصدقاء أو الزملاء، لو أعزب أو مش مرتبط أو مطلق أو منفصلة أو أيا كان. بس في فرص للتفريغ الطاقة اللي موجودة بأي وسيلة، بأي نشاط، يبقى فيه استمتاع. بس بالتقسيم كده، أول 5 أيام في الشهر ممكن يبقى فيه ضغوط عاطفية، لأن الشمس بس اللي هتبقى في الدلو، فممكن تبقى ضغطة شوية على الحتة العاطفية، خلافات عاطفية، مشكلات عاطفية، تأخير عاطفي، خناقات عاطفية، انفعال، جدال. أول 5 أيام خدوا بالكم منهم. من أول يوم 5 مع دخول عطارد في الدلو، ففرصة للتفاهم، تقريب وجهات النظر، للنقاش العاطفي، لحل الخلافات العاطفية، للتعبير عن المشاعر بشكل افضل شويه، مع وجود طاقه عاطفيه. وبرضه العند والجدال والخلافات تفضل موجوده اليوم 18. بس من يوم 16 الظهر يدخل الدلو، فتبقى في فرص عاطفيه لارتباط واعجاب وانجذاب وبلا بلا بلا والكلام اللي قلناه. المريخ وجوده بقى في الدلو من يوم 13، طاقه جنسيه. بس خدوا بالكم من الخلافات او التسرع في القرارات، سواء بارتباط او بانفصال. ما تتسرعوش، ما تتهوروش من يوم 13 لاخر الشهر. اهدوا على نفسكم في قراراتكم العاطفيه، خدوها قبل يوم 13. ما اضمنكوش بعد 13 ممكن تعملوا ايه. الامور العمليه بقى والامور الصحيه، طبعا هيبقى عندنا زحل في برج الحوت من اول الشهر، والشمس في الحوت من يوم 19. فخلينا نقول ان اول 20 يوم
وارد يبقى في ضغوط عمليه، التزامات عمليه، بس في حلول بتظهر، يعني الدنيا تضغط ويظهر الحل. النشاط العملي مش قوي قوي، فانتوا شطارتكم ان انتوا تواجهوا اعبائكم، ترتبوا اولوياتكم، تنظموا اوقاتكم عشان تعرفوا تعوضوا اللي فاتكم. بس الدنيا تبقى مضغوطه اول 20 يوم، اخر 10 ايام الضغوط موجوده وممكن تزيد، بس الطاقه العمليه موجوده، الحلول موجوده، الافكار موجوده. اللي خاف عليه صحتكم، لان كتر الضغوطات ممكن تعمل لكم ارهاق واجهاد، فتكر قوي 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 على اموركم الصحيه طول الشهر. المشتري بقى كوكب الحظ كله والحب كله في برج الثور، في بيتكم الثامن، واورانوس في برج الثور. فرص لدعم مالي، اب ام اخ اخت زوج زوجه ابناء، بنك قرض جمعيه عمل. المهم ممكن يجي قرشين من طرف تاني، تستردوا فلوس ليكوا بره، تسددوا فلوس عليكوا، تحلوا خلافات ماليه، تدخلوا شراكه ماليه، تخلصوا من امر قانوني او حكومي او قضائي. كل ده الفرص فيه حلوه ومية مية. الشهر كله مضغوط، بس في فرصه انك تطلع منه مبسوط. وإن شاء الله تكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله أعلم.